سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم غادي نشارك معكم كيكه بارده. دابا الجو بدا كيسخن ديال هاد الوقيته. ندوزو نصايبو الطبقه الاولى ديال الكيك. ناخذ شي بول نديرو فيه قبيصه د الملحه مع ساشي ديال الفاني، بيضه وحده. انا الطبقه ديال الكيك راه كتجي رقيقه، يعني ما تحتاج عاد نديرو الطراب. انا خلطتها غير بالمعلقه. نص كاس ديال سنيده، وغادي نزيد نص كاس ديال الحليب، ربع كاس ديال الزيت، الكاس اللي عبرت به هو الكاس ديال العنبه. غادي نخلط مزيان الخليط، وغادي نزيد الدقيق راني غربلته قبل، مع ساشيه وحده ديال الخميره. نخلطو مزيان، من الخليط ما يكونش خفيف ما يكونش ثقيل، يعني بين وبين. وغادي نزيد معلقه ديال الخل، الخليط كيجي بحال هكا. وغادي ناخذ مول مدهون بالزبده ومرشوش بالدقيق، وغادي نخوي فيه الخليط. انا درت هذا المول الطويل ديال الزاج، ديروا اي مول عندكم. وحتى داك المول اللي كيكون كيتحل من الجناب حتى هو زوين، كتجي فيه لاطاغ واعره. دابا غادي ندخل الكيكه للفران، العافيه تكون شاعله من الفوق ومن التحت، ونردو معها البال راه دغيا كطيب. من بعد ما خرجت الكيكه من الفران غندوز نصايب الطبقه الثانيه ديال الحليب. هنا عندي نص لتر ديال الحليب، 3 د المعالق ديال سنيده، وغادي نزيد 2 معالق كبار ديال النشا، نفس المعلقه اللي عبرت بها سنيده. النشا او المايزينا، وغادي نزيد واحد الفلون درت هنا ديال البنان، ممكن نديرو د البنان اولا د الفاني. نخلط كلشي على البارد.
وعاد ندير الكاسرول فوق البوطه حتى كيعقد الخليط. هنا الكيك راه كنبرد. من بعد ما عقد الخليط ما نخليوش يعقد بزاف، غادي نخويو فوق الطبقه ديال الكيك. نخليوه على جهه يعقد واحد شويه وندوزو نصايبوا الطبقه الثالثه ديال الليمون. عندي 2 كيسان د العنبه ديال الليمون، 3 د المعالق ديال سنيده. انا بالنسبه للسكر كيبقى على حسب الذوق ديال كل واحد اللي باغي يزيد ولا بغى ينقص. معلقه كبيره ونص ديال النشا، وغادي نزيد واحد الفلون. هنا درت ديال البنان، الفلون غير هذاك ديال درهم ونص. نخلطوا كلشي على البارد نفس الطريقه اللي درنا في الطبقه الاولى. وعاد نديروا الكاسرول فوق البوطه حتى كيبدا الخليط يتقال. ودابا غادي نخوي على الطبقه الاولى اللي كنت درت قبل. وغادي نخليو الكيكه ديالنا حتى تعقد، ندخلوها للثلاجه حتى تبرد وكنقدموها بالصحه والراحه. نتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو ديال اليوم. السلام عليكم.